بصوا يا بنات، ده باب الشقة. تمام، احنا هنا باب الشقة، وطبعا هنا دي جزامة زي ما انتم شايفين كده. دي جزامة. تمام. بس كده اهو دخلنا هنا كده. انا طبعا هنا دي الصالة، دي صالة كبيرة، وهنا دي الغرفة بتاعة المجلس، وده حمام، ودي غرفة النوم، وده المطبخ. تمام. هنشوف بقى المطبخ. انا المطبخ بتاعي اهو. طبعا هنا انا بغسل ده عشان حاطه الغسيل هنا، عشان طبعا هطلع اللي في الغساله ده وهحط ده كمان. بس كده، عشان انا ثبت الغسيل مش بحطه في المطبخ. وهنا زي ما انتم شايفين كده المطبخ اهو اهو. ودي حاجات فاضله من الفطار الصبح، فطرناها يعني. طبعا هنا انا رتبت الحاجه اهو، رتبت هنا الاطباق والحاجات دي بتاعتي اهي عشان تبقى قدامي وانا واقفه على البوتاجاز. وطبعا هنا البهارات والحاجات بتاعتي اللي انا بستخدمها. وهنا طبعا الحلل. تمام. هنا الصواني كده. تمام. بس وده دولاب الخزين، رتبت برضو كده على قد ما قدرت. تمام اهو. والدراج دي بتاعت المعالق والشوك، وهنا برضو. تمام. بس كده. وهنا طبعا دي الانبوبه، وبس كده اهو. وطبعا هنا اهي التلاجة بتاعتي. طبعا انا رتبت تلاجتي. تمام. بس كده. وهنا طبعا البصل والثوم دي كنت غسلاها وعاملاها يعني. بس وده المطبخ بتاعي. وهنا طبعا الحاجه بتاعت الشاي اللي انا بستخدمها. بس اهو، وحاجتي كلها. وطبعا انا هنا بغسل اهي، انا بغسل هنا بس كده. وهنا الغسيل. بس هنا هنطلع بقى من المطبخ. هنا طلعنا من المطبخ، هندخل بقى هنا اوضه النوم. تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. هنا السرير كده حطيناه طبعا عشان المكيف يبقى قريب منه. بس كده. وده الدولاب بتاعي. تمام. ودي الشنط اللي كان فيها الهدوم دي خلاص ما فضيتها. تمام. ورصيت هدومي وكل حاجتي خلاص كده. ودي طبعا السراحه اهي. تمام. هنا حطيت كنبه كده زي ما انتم شايفين. بس وده هنا رصيت الدولاب. طبعا هنا الدولاب دي حاجة الولاد ودي حاجة بابانا. تمام. وهنا حاجتي هنا. طبعا مش هينفع ان انا افتح عشان فيها حاجات خاصة. تمام. وهنا كمان دي حاجات بابانا. تمام كده. بس كده. والشنط دي كلها فاضية، دي فاضية كلها. بس كده زي ما انتم شايفين اهو. بس كده. هنخرج بقى من هنا كده. هطفي النور. بس كده. هنا بقى الحمام. هنا هما بيبقوا عاملين زي مغسله كده بره. تمام. وده الحمام اهو. الحمام عادي خالص. تمام. من غير بقى طبعا اي افتكاسات ولا حاجه. تمام. بس كده. ودي المجلس. هنا الولاد طبعا قاعدين بيلعبوا. وهنا طبعا تلفزيون. بس كده. بس كده. وكده بطلع برضو. ده باب تاني. وده حمام. ده حمام تاني. تمام. ده حمام بس مش بنستخدمه يعني كتير. بس ودي الكراتين اللي كان جواها الحاجة اللي احنا كنا جايين بيها. وهنا بقى دي غرفة اللعب يعني، او اي حاجة الولاد بيلعبوا بيها. بس كده. وهي دي كلها الشقة كده بتاعتنا. عايزة اقول لكم مريحة جدا، وبالنهار بتبقى منورة، ما بتبقاش مظلمة ولا حاجة. بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بقى يا بنات كان تاني يوم. نزلنا بقى طبعا، رحنا شوية مشاوير الصبح لاني كنا بنقدم في الحضانة يعني للولاد وكده.
بس وفي طلبات وحاجات كده لازم كنا نشتريها عشان خاطر الحضانة، يعني كراسات وحاجات كده هم طالبينها. بس فالمهم يعني فخرجنا بقى كده الصبح، ومش الصبح قوي يعني، تقريبا كانت الساعة 2 الظهر كده 3. تمام. رحنا اتغدينا بقى عشان كنا صاحيين من بدري وكده، فرحنا اتغدينا في مطعم اسمه الرومانسية كده. بس هو المكان كده عبارة عن زي غرف زي كده، زي ما انتم شايفينها كده، وترابيزات، وفي طبعا قعدات عربي، بس احنا قعدنا على الترابيزة يعني وكده حسب العدد يعني، فاهمين. بس هنطلب بقى اسهل حاجة يعني، والولاد بيحبوها وكده، الرز يعني، فهنطلب مندي دجاج. بس هنا بقى كنا بابانا جه عشان هنطلب يعني، فبيقول لي تختاري ايه وكده، قلت له هات يعني المندي يعني عشان الولاد وكده. بس ودي كانت اسهل اكله يعني واحسن اكله، فاهمين. فالولاد طبعا بيحبوا الرز زي ما انتم عارفين وكده، فتمام يعني. بس احنا طبعا كنا فطرنا الصبح، احنا دلوقتي ده وقت غدا، فاهمين. بس والاكل جه اهو زي ما انتم شايفين. المندي وكده. طبعا مطعم الرومانسية معروف هنا في السعودية يعني، مطعم حلو جدا يعني وكويس ونضاف قوي. بس طبعا ده الصوص بتاع المندي اللي هو الدقوس. وهنا كنا كلنا بقى وخلاص، ونزلنا بقى. رحنا بقى المكان دوت. طبعا هبقى اصور لكم فيه ان شاء الله، ومكان كبير جدا، بس طبعا عشان احنا كنا مستعجلين وكده والجو كان حر، فاشترينا حاجتنا يعني اللي محتاجينها وروحنا على طول. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ومتنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب. باي باي.